اللي تحبون البيتزا بدلكم على مكان البيتزا عنده تسخط. لورينزو عندهم أكثر من 60 فرع في المملكة، وعندهم تطبيقات التوصيل توصل لك لحد باب البيت لو مش حاب تزور الفرع. البيتزا عندهم دمار يا إخوان. تعال بالله عليك شوف المنظر قبل لا تدخل الفرن. البيتزا شكلها غريب وغرقانة بجبنة الموزريلا. هذه يا إخواني بيتزا الكوادرو. يا ليل يا عين. طريقة تحضير البيتزا غريبة. هالنوع من هالبيتزا نشأ في مدينة ديترويت الأمريكية. كانوا يحضرون هالبيتزا بهالطريقة، والآن أصبحت في السعودية. لذيذة. بيتزا كوادرو الأمريكية اللي يميزها عن غيرها من أنواع البيتزا، من جوا مليانة ومغرقة بجبنة الموزريلا، ومن برا زي ما تشوفون بالصوصات. يا لبيه. لا كذا خلاص كثير يا جماعة الخير. أرجوك يا سيدي الفاضل وقف شوي رحم والديك. يا لبيه. البيتزا الأمريكية كوادرو يجي منها 4 أنواع. النوع الأول زي ما تشوفون هوت أمريكانو بابروني، ويجي معاها صوصين، صوص الباربيكيو وصوص الرانش. يا جماعة والله مش ناقصة صوصات ما شاء الله. ومتى هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. النوع الثالث من البيتزا الأمريكية كوادرو التشيكن رانش. والنوع الرابع والأخير من البيتزا الأمريكية كوادرو الأصل والفصل المارغريتا. هلا بالحامل والمحمول. بس يا جماعة وش قصة هالعصا؟ هذا مضرب البيسبول سلب الكرة. هذه رياضة مشهورة في قرية نشأت البيتزا هذه اسمها ديترويت في أمريكا. القرية هذه مشهورة في البيسبول يلعبونها كثير، مجهدة تتطلب جهد. في الجوع وش يسوون؟ اختاروا البيتزا هذه تسد جوعهم، طرية من الداخل مقرمشة من الخارج ومليانة جبنة. بيض الله وجهك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة صلوا على النبي، سموا بالله. وعندكم 4 أنواع، كل يعطيني النوع اللي أعجبه أكثر شيء. قبل لا أعطيك النوع يا أبو ربيع، والله العظيم قبل يومين تقريبا اللي طالبة في بيتي ومتعشين أنا ومتميم من هذا المطعم. شفتك يوم طلبت من هنجر ستيشن. والله الكتاب واضح من عنوانه، لكن أعجبتني هذه القصة اللي عندهم البيسبول. هذه نفس الجنوب عندنا، بدل هذا العصا عرضة وبدل بيتزا عريكة. والله ما اختلاف ايش المأكولات. سموا بالله. يا هل مليانة من جوا بالجبن. الصوص هذا اللي تشوفونه فوق اللي مغرقها ما يحطونه إلا بعد ما تجهز البيتزا عشان ما يغير في طعمها شيء. البيتزا من جوا مليانة ومن برا مقرمشة. بسم الله. يا قلبي يا روحي، غرقها بالصوص السبايسي. يا جماعة والله من ألذ البيتزات اللي أكلتها في حياتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. ببروني. هالثنتين لا تفوتكم، خرافية، خصوصا الببروني. أنا يعني من زمان ما ذقت بيتزا زي كذا. ما شاء الله تبارك الرحمن. تغمسها طال عمرك خلهم يذكرون الله. بسم الله. همتارو سي. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمتنا وسقيتنا من غير حول منا ولا قوة. أحيانا لما تزور مطعم تاكل فيه يجيك شعور تقول برجع له مرة ثانية. والله إن هذا الشعور اللي جاني فيه المطعم. البيتزا عندهم دمار. أوصيكم على البابروني. ابن مشي أبو شلونك؟ خير يا عيوني. وين، في الشركة ولا برا؟ اي والله في المكتب. شوي اطلع. طيب لا تطلع من الشركة، أنا جايك وعندي عرض مغري. كلك خير وبركة يا ابو ربيع، ابشر. أقلط؟ عفا عليك يا مرحبا، الحين نضبط لك الدلة ونضبط لك اللي تبي. ابشر. الله يبارك لك يا بن مشيب. السلام عليكم. كيف حالكم يا رجال؟ طيبين؟ خالد فين؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ هلا يا خالد. وش علومك؟ طيب.
بنمشي بوينه؟ بنمشي عنده من الشغل ما الله بالعلي. خل الرجال حساباته. يا ولد كيف حالك يا عمده؟ طيب؟ شو اخبارك؟ يا هلا يا هلا. ابو ربيع يا هلا. السلام عليكم. يا ولد هذا ليله من ليالي العيد. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويسلمك. قسم بالله لو اني عزمكم من سنه ما جيت. صل على النبي. يا مرحبا يا ابو. تبغى تحضر مباراة النصر والاتحاد الكلاسيكو في الجوهرة بكرة، مباراة مصيرية في المنصة الذهبية، وتذكرة طيران درجة أولى من الرياض لجدة. هذه مني عام. تصل 4 العصر تتقهوى عندي وبعدين ننزل على الملعب في البيت اللي بجدة. في البيت اللي يا بجدة. سلام. هذه مني عامها يا ولد. بس بشرط. وش هو شروطك؟ اوامر يا ابو ربيع. كم؟ تشجع النصر. شجع من الاتحاد ولا النصر؟ النصر. ادري انك هلالي بس تشجع النصر. يا ولد قل لا يطلع من ما تبي في امان الله، انا امشي. يا ابو ربيع دقيقه. طيب اسمع، خلينا نشجع الاتحاد والنصر. لا يا شيخ في امان الله. لا خلاص. موافق. هزين قهوتك يلا. يلا القهوه الدخول البخور. انت فين؟ انا والله اللي جاي اتعشى شاورما هنا مع واحده اصحابي. مين اللي معشي الثاني، انت ولا صاحبك؟ ما في من معسي قطه، احنا نهايه الشهر. قطة انا ولد ابوي. طيب اسمع، تعال شركة خالد الشيباني ضروري لك، عندي عرض يحبه قلبك. يا الله هذا انت عروضك هذه كفايه انك انت موجود، العروض هذه ما نبغاها وانت موجود. تعال ونتفاهم، عرض وانا بكون موجود فيه. طيب الله خلاص قابل موافق. ابو ربيع هذا بالعروض يا ولد انت ما شاء الله عليك يا اخي. انا الاقيها منك ولا من رغيد ولا من وين؟ ايش العروض؟ اسمع، انت تعشيت شاورما؟ تعشيت شاورما يوم اتصلت علي وقفت العشاء. طيب انا كم مره قلت لك اذا عشيت الرجال لا تقول لي قطه. يا ولد بالباي تبغاني اخسر؟ ما تخسر. اعزم اعلن واعزم. كرامه ذي. كرامه شاورما. دام شاورما خليها بالقطه. طيب في عرض بكره مباراه الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر. كلاسيكو ايش هذه المباراه؟ اي مباراه، فلقني اذا فهمت حاجه. كلاسيكو فريق ولا ايش؟ كلاسيكو هذه المباراه بين النصر والاتحاد. طيب. وبنحجز لك تذكره اولى طيران تروح لجده، وتيجي الساعه 4 العصر تتقهوى عندي، وبعدها نمشي على المباراه منصه ذهبيه، بس بشرط. شرط ايش؟ تشجع النصر. يا رجال سلام انت. يا ابوي انا معك في شر ولا في قده يعني اي حاجه. قده ذي عارضه في شر ولا في قده؟ في اي حاجه منصر وذهبي، وهذا ايش النعمه هذه ربي رزقني اياها. عملت وانا كل لقات كوره برقت كوره. ذهبي ومنصه وطيران وين هذا حلم هذا. انا فين انا في الجنه يا علي. تشجع النصر يا شيخ. انت ماني اصير عتيبي بصير عتيبي. فلوس هذه فلوس. معلش فلوس. اي اقلط حياك الله. بالله الحين بكره في اكل، في كل حاجه، كل اللي تبي يصير، بس اذا انهزم النصر. شوف اذا انهزم النصر لا اشوفك شهر قدام. لا استنى كيف يعني؟ احضر ولا ما احضر؟ انت طلبتني طلب. بعدين انت دعواتك مقبوله، ادعي ان النصر يفوز. بالله الفرد الاخير ما حد عين نفسه حتى. اللهم اهد النصر. وقفة أهل العز ماحي للسوالف والتباحي، ولا أنا بخر وباحي والشعر فيها حدا. وقفة أهل العز ماحي. يا لو الشمس غربت والفضول